وين اختفى برنامج ولاية بطيخ؟ البرنامج اللي كنا ننتظر يوم الخميس من كل اسبوع حتى نشوف حلقاته. البرنامج اللي ضم مجموعة من الفنانين واللي احنا حبيناهم وحبينا شخصيتهم. البرنامج اللي كل حلقة منه كانت تحصل ملايين المشاهدات. والسؤال هنا، وين صار هذا البرنامج اليوم؟ واهم شيء راح نحكي على الجانب المظلم من هذا البرنامج واللي قليل جدا من الناس اللي منتبهين له، فلازم تتابع هذا الفيديو لحد النهاية حتى ما يفوتك اي شيء. وبطريقك اضغط لايك واشترك بالقناة لانه الجاي راح يكون اقوى. يلا خلينا نسولف. بسنة 2012 على قناة الشرقية وتحديدا ببرنامج اسمه أهل المدينة، كانت مقدم بسيط لهذا البرنامج. بعد بالبداية مالته ودا يكون نفسه استوى اسمه علي فاضل، وهذا كان أول ظهور حقيقي له على شاشة التلفزيون. بعدها ظهر بأكثر من برنامج مثل ميد إن تركيا وعليك مي وغيرهم من هاي البرامج، لكن أغلب هاي البرامج ما كانت ناجحة. مثلا بسنة 2015 حول على برنامج عليك مي اللي كان ينعرض على قناة هنا بغداد. كان هذا البرنامج كوميدي ويتناول الأحداث اللي تصير بالسياسة أو بالشارع العراقي، وتقدر تقول انه فكرته كانت قريبة من برنامج ولاية بطيخ، بحيث بعض الشخصيات اللي طشت بولاية بطيخ طلعت من هذا البرنامج مثل المتحكي وكامل مفيد والزاحف وغيرهم من هاي الشخصيات. بقى هذا البرنامج مستمر ل3 مواسم، لكن مع هذا ما كان يعتبر البرنامج ناجح. يا اخي مو تحسه يرقص، تحسه قاعد يلعب دبل كيك يحرك سنتر. طبعا بهذيك الفترة علي فاضل وأحمد البشير كانوا على صداقة قوية جدا، وعلى حسب ما قال علي فاضل انه كان بينهم تواصل يومي للفجر، يحجون على أحلامهم وطموحهم. تواصلنا كان يوميا للفجر. لكن مع هذا أحمد البشير ما شارك بالمشروع مال علي فاضل واختار انه يمشي بطريقة الخاص. بعد سلسلة الفشل هاي غسان اسماعيل هم شاف انه هاي السالفة ما توكل خبز، فقرر انه يعتمد على نفسه ويتجه للمسرح. وهنا بقى بس علي فاضل وحده، واللي ما فقد الامل وانما بقى يحاول على امل انه يسوي شيء يغير من حاله. بهذيك الفترة احمد البشير بدأ برنامجه الخاص اللي هو البشير شو، واللي هو برنامج سياسي واجتماعي ساخر يعتمد على الكوميديا السوداء او العميقة. وشخصية احمد المميزة اللي كانت كوميدية بالفطرة ساعدته انه ينجح بسرعة، عكس علي فاضل اللي واجه كومة تحديات ببدايته. كانت حلقات البشير شو تنعرض على التلفزيون على قناة الشاهد المستقل وان ار تي، وهم كان ينشر الفيديوهات مالته على اليوتيوب، واللي هو كان شيء جديد انه برنامج تلفزيوني ينشر حلقاته على اليوتيوب. وهم مثل ما تعرفون بذيك الفترة هبت اليوتيوبرز العراقيين انه ينشرون سكتشات تمثيلية كوميدية قصيرة، يعني اليوتيوب العراقي كان غني بهذا المحتوى بذيك الفترة. فقرر علي فاضل يتعلم من هالشيء ويستغله، وبهاي الفترة تعرف على أثير كشكول وقرر انه يشارك وياهم بهذا البرنامج. فبسنة 2016 بدأ الموسم الأول من برنامج ولاية بطيخ، فقط علي فاضل وأوس فاضل وأثير كشكول هم اللي بدأوا بالبداية. وكانت فكرة هذا البرنامج هي مشابهة لفكرة برنامج عليك مي، واللي هي انتقاد الأوضاع السياسية والاجتماعية اللي تصير بالعراق بس بطريقة كوميدية عميقة. بداية الموسم الأول علي فاضل كان مقتبس بنسبة كبيرة أسلوب أحمد البشير بتقديم برنامجه، ظنا منه إنه هي هاي الطريقة حتى يشتهر برنامجه مثل ما صار ويا أحمد البشير. لكن هالفكرة ما نجحت بسبب الاختلاف بين أسلوبه وأسلوب أحمد البشير، فقرر يركز بس على السكتشات الكوميدية القصيرة. لكن الفرق هاي المرة إنه هو تعلم من البشير شو ومن اليوتيوبرز بهذيك الفترة، وقرر ينشر حلقاته على اليوتيوب همين. ومثل ما تعرفون اليوتيوبرز وخوارزمياته خصوصا بهذيك الفترة انه ممكن يوصلك 1,000,000 شخص، بينما القناة الفضائية توصلك فقط 1000. هنا علي فاضل اتصل بغسان اسماعيل وطلب منه انه يشارك وياهم بهذا البرنامج مرة ثانية، فهنا غسان قبل وجسد لنا شخصية المتحكي بأول سكتش إله. وعلى عكس كل التوقعات هاي الشخصية نجحت وكل الناس حبوها وحصلت رواج وقبول من الجمهور. فغسان قرر يجيب ممثل بعده صغير وشاب عنده طموح انه يصير ممثل درامي مشهور بالمستقبل، واللي هو امير او اموري مثل ما نعرفه. الناس كلش عشقت شخصية اموري الكوميدية، وكان هو السبب الاول والرئيسي بشهرة البرنامج بهذيك الفترة. فهنا علي فاضل قرر يسوي حركة ذكية راح تضاعف من المشاهدات أضعاف مضاعفة، واللي هي إنه يقسم الحلقة أو السكتشات اللي موجودة بداخل هاي الحلقة وينشرها بشكل منفصل على اليوتيوب. فهنا المشاهد بدل لا يضطر يشوف حلقة كاملة حتى بس يشوف المتحكي لو أموري،
هنا راح يقدر يشوفه في فيديو قصير على اليوتيوب، وهاي الفيديوهات القصيرة تجيب ملايين المشاهدات أكثر حتى من الحلقة الرئيسية نفسها. فالحلقة الوحدة بدل تجيب بس 1,000,000 مشاهدة قامت تجيب 10 مليون مشاهدة وفوق. بعد ما انتهى الموسم الأول بنجاح غير متوقع بسبب الشخصيات اللي حبتها الناس مثل أموري وغسان وأثير اللي كان يمثل المواطن العراقي المظلوم بذيك الفترة، بدأ الموسم الثاني بتطور ملحوظ من ناحية التصوير أو كتابة الأفكار، وهذا الموسم أيضا حصل نجاح مشابه للنجاح اللي حصله الموسم الأول. لكن كل هاي كانت مجرد البداية، لأنه من بدأ الموسم الثالث واللي هو يعتبر الموسم الفاصل بولاية بطيخ، واللي نقل هذا البرنامج من مجرد برنامج عادي يطلع على التلفزيون واليوتيوب إلى شركة إنتاج كاملة بها عدد كبير من الموظفين والممثلين. بهذا الموسم انضم لهم وسام ضياء وفكرة سالم وعلي جبار وغيرهم هواي من الممثلين، وشهدنا ظهور شخصيات جديدة مثل الحجي وأبو فطم وكامل مفيد الضابط الفاسد وأبو الذوق وغيرهم هواي من الشخصيات اللي حبوها الناس. خصوصا بهذا الموسم انتقل البرنامج من هنا بغداد إلى قناة دجلة، لأنه عرضت لهم عرض محترم وما قدروا يرفضوه، بحيث هذا العرض كلش حسن من حالتهم المادية، وصار ولاية بطيخ عمل جدي ومتعوب عليه. وصل الموسم الثالث 1,400,000,000 مشاهدة على كل السكتشات مجتمعين، وحصل أرباح تخطت $1,000,000 فقط من اليوتيوب، يعني ما عدا الإعلانات والسبونسرات اللي يسويها البرنامج. بالمواسم اللي بعدها عرف علي فاضل شلون يطرح السكتش بذكاء، وعرف انه الصورة المصغرة والعنوان مال الفيديو ممكن ينقل الفيديو من حال الى حال. وبسبب هاي التفصيلة الصغيرة اتخطت مشاهدات هذا الموسم ال 3 مليار مشاهدة، رغم انه هو كان يحتوي على حلقات اقل من الموسم الثالث، بس هو عرف شلون يستغل العنوان. لا يعني جديات شباب، بالموسم اللي انضمت لهم بيه بنات فجأة المشاهدات تضاعفت، يعني واو سبحان الله. وهنا رسميا شركة ولاية بطيخ تربعت على قمة البرامج العراقية بهذيك الفترة، بحيث صار من الغريب تلقى شخص ما يتابعها أو على الأقل ما يعرف منه أموري أو كامل مفيد. كلمات هذا البرنامج صارت ترند بكل شارع عراقي، مثل أستغفر الله جنان وبوثني ومن هالسوالف. لكن هالشي ما استمر، لأنه من بعد كل قمة عالية أكو منحدرات. بعد كل هذا النجاح الممثلين وصلوا لمرحلة التشبع، وقام كل واحد بيهم يفكر بالخطوة اللي بعد ولاية بطيخ، وأولهم أموري اللي هو كان السبب الأول بشهرة هذا البرنامج، واللي كل الناس أصلا كانت تتابع هذا البرنامج على مش شخصية أموري الكوميدية. وهالشي وباعتراف طاقم ولاية بطيخ كله أثر على البرنامج بشكل سلبي. احنا خسرناه هاي اكيد، ونقدر نشوف هالشي بالمواسم الأخيرة، بحيث مشاهداتهم على الفيديو الواحد صارت بصعوبة توصل 1,000,000 مشاهدة. لكن بالنهاية أموري حلمه يصير ممثل درامي وليس كوميدي، وتباع عدد من الممثلين همين مثل أثير كشكول وأبو الهيل وفكرة وغيرهم هواي. وهنا بدأ البرنامج ينهار. وهمين اكو نقطة انا حبيت انوه عليها، انه السبب همين مو لانه الممثلين هذول تركوا البرنامج، وانما اكو سبب ثاني اعتقد هو اكبر، اللي هو افكار الحلقات نفسها. برنامج ولاية بطيخ ببدايته كان يركز على الاحداث الاجتماعية والسياسية وينتقدها بشكل كوميدي عميق، لكن بالحلقات او بالمواسم الاخيرة قام يركز على الافكار اللي نقدر نسميها التافهة او الاشياء اللي اصلا ما تصير بالمجتمع العراقي. وهالشي خالف السبب اللي نجح على موده بالبداية، انه هو يكون قريب من الشعب العراقي بسبب الافكار اللي ينتقدها. يعني هذا البرنامج صار تجاري بحت، ما يهتم باضحاك الجمهور مثل قبل، وانما يهتم بكسب الارباح. حال برنامج حامض حلو وهواي برامج حامضت على قلوبنا. وبسنة 2024 يوم 6 من الشهر 12 نزلت الحلقة الأخيرة من برنامج ولاية بطيخ، واللي أعلن بها علي فاضل نهاية البرنامج رسميا. انتهى برنامج ولاية بطيخ، واقول لكم لكل محبين ولاية بطيخ ولكل الأصدقاء اللي ساهموا وياي أقول لهم فيما الله شكرا جزيلا. الكت الأخير كت. طبعا اكو نقطة انا حبيت اذكرها واخلي عليها 70 علامة استفهام، واللي هي هذا الفيديو. كل برامج الكوميديا اللي بالعراق، كل برامج الكوميديا تناولت المثليين بطريقة سيئة. احنا ما عندنا مشهد واحد بولاية بطيخ ظاهر بيه شخص مثلي واحنا ساخرين من عنده. ليش؟ نريد ندخل للوعي فكرة بأنه هذا إنسان حالة من حالك، وهذه كلكم موافقين عليها أكيد طبعا. شنو يقصد علي فاضل هنا من قال انه نريد ندخل للوعي فكرة انه المثليين حالهم من حالنا؟ اعتقد
ما يحتاج نعقد الموضوع أكثر، الجملة واضحة وصريحة ذيك هي. يريد يدخل الوعي الإنسان هاي الفكرة اللي تعاكس الفطرة السليمة، إنه المثليين هم ناس طبيعيين ولازم ما نحسسهم إن هم غريبين أو يختلفون عنا، يعني باختصار ما لازم نحاربهم. وطبعا هالشي إذا ما تعرف كشف هواي عن نوايا هذا البرنامج، ليش أصلا تريد تدخل هاي الفكرة بالذات للوعي البشري. من بين كل الأفكار الإيجابية اختاريت هاي الفكرة الإيجابية الوحيدة اللي أنت حبيت تزرعها بعقول المشاهدين. أعتقد الموضوع واضح يعني. شنو موقفك؟ انا موقفي بوضوح، انا ضد هاي العمليه، ضد المثليين. ضد المثليين وضد اجبار الاطفال على انه تعال انت ما تحدد جنسك، واحنا شفناها بامريكا. وطبعا اللي اريد اقوله انه مو بس موضوع المثليه، وانما اكو افكار ثانيه دائما يروجوا لها عكس صورتها. مثلا ابسط شيء الزواج، دائما يطلعوا لك انه المتزوج دائما تعبان وحياته جحيم ومرته شيطانه مسيطره عليه، بحيث الشاب العراقي اخذ فكره عن الزواج انه هو نهايه الحياه وهو اصلا بعده ما متزوج. وهالشيء بدأته ولايه بطيخ بالعراق، وصار منتشر عند معظم صناع المحتوى. دائما يصوروا لك انه الزواج شيء جدا مقرف، ودائما المرأة اللي هي الزوجة يطلعوا لك انه هي سبب تعاسة الزوج. او مثلا موضوع الزحف ببرنامج ولاية بطيخ، بحيث نادرا ما تلقى حلقة ما بيها سكتش عن الزحف لانه ماكو افكار، بحيث الزحف والتصجيم صار شيء كوميدي وسهل بالنسبة للشاب العراقي. وهم من افكار المساواة الكاملة بين الجنسين او النسوية او هواي افكار حاول يروج لها هذا البرنامج، واللي حرفيا غيرت هواي باخلاق جزء كبير من الشعب العراقي. فبشكل عام ما حد ينكر نجاح هذا البرنامج، لكن يبقى برنامج خطير، والحمد لله انه هو انتهى. وهذا الرأي الشخصي يعني. طبعا اذا وصلت لهاي الثانية من الفيديو فالحمد لله، يعني انا نجحت انه اجذب اهتمامك واخليك تتابع الفيديو لحد هاي الثانية. وبطريقك لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة، لانه المحتوى الجاي راح يكون اقوى واقوى من هذا المحتوى. وشكرا على وقتك يا ابويا. همزين اخيرا خلصت هذا الفيديو، ما ادري صار ايش قد اصور، حرفيا صار لي 34 ساعة ونايم. تصبحون على خير.